قعدة صفا. اي اصدقائي، اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البودكاست المفضل بتاعكم قعدة صفا. في هذه الحلقة انا بقى بسجلها قبل ما الكهرباء تقطع بساعة، فاحنا عايزين ننجز. ولا دلوقتي خايف بقى النور يقطع ولا مش عارف مين، ولا لسه ما خلصتش كلامي، ودي حاجة تبقى مقرفة جدا. فانا مش عارف ايه اللي خلاني اسجل دلوقتي، ولكن it is what it is and we're gonna deal with it عادي جدا بقى وبتاع. من يومين كده او امبارح تقريبا بعت لي ايميل ان البودكاست على ابل بودكاست هو رقم 28 على مصر في اخر 30 يوم. دي حاجة فرحتني، رغم اللي هو شوفوا عاملين الإحصائية اللي هو في آخر 30 يوم على أبل بودكاست في الكاتيجوري الكوميدي البودكاست بتاعك كان رقم 28. ف يعني اللي هو بيجاهدوا عشان يبقى في إحصائية ما تتبعت يعني. يعني بس دي حاجة كانت لذيذة. و كنت قاعد لوحدي في الأوضة كده وبعدين الإيميل، فتحت الإيميل والنور قاطع، فقلب لقيت الإيميل. آه. أنا كنت بحاول أعمل ترانزيشن دلوقتي لأني مش مرتب الحلقة عشان عايز أنجز قبل ما النور يقطع. كنت بحاول أقول إن أنا كنت قاعد لوحدي، وده بقى ياخدنا لموضوع الحلقة وهو العيشة لوحدك وبتاع، بس ما عرفتش أعمل كده. ومش مش هاخد لي وقت أفكر أعملها إزاي بصراحة، عشان بس أنا خايف من النور وبتاع. ف... فخلينا يعني ندخل في الموضوع على طول. انا عايش لوحدي من زمان، يعني من ثانوية عامة. كان عندي وقتها يمكن 17 سنة او حاجة زي كده. فبقالي فترة حلوة، يعني دلوقتي داخل على 21 اهو، يعني بقالي 3 4 سنين عايش لوحدي. منهم سنة في النص ما عشتهاش لوحدي، ولكن دونا عن ذلك ف فاي جس ان دي تالت سنة اقضيها لوحدي، يعني لو هنعد السنين بجد اللي قعدتها مع نفسي. والتجربة مثمرة جدا، وفيها الكثير من الميزات والكثير من العيوب والكثير من الأسئلة والكثير من الحاجات اللي الواحد يعني مر بيها في الوقت ده. أتمنى إن أنا أقدر إن أجمعهم كلهم بشكل كويس من غير ترتيب، لأني مش مرتب الحلقة. أم، فأتمنى يعني ربنا يوفقني في ده. تاني حاجة، على فكرة كتير من الحاجات اللي هتكلم عليها هي كانت من أسئلة الناس على البيج على انستجرام. يعني انا كنت عملت ستوري اللي هو لو هعمل حلقة عن كذا كذا تحبوا تعرفوا عن ايه، ففي ناس بعتت شوية أسئلة. انا هجاوب عليهم، هحاول ان اجاوب عليهم في سردي، ولو في حاجه محتاجه ان انا اجاوب عليها بشكل خاص يعني هجاوب عليها في الاخر. فبرضو لو مش عامل فولو للبيج على انستجرام، فيعني خليك معانا كده علشان تبقى جزء من البودكاست. طيب، من وانا صغير وانا ده حلم بالنسبه لي، فكره ان انا اعيش لوحدي في البيئه اللي كنت عايش فيها. ما كنا يعني الدنيا ما كانتش ألذ حاجه في الحياه. ما كانش الواحد خالص ليه مساحه خاصه. كانت كل حاجه صعبه ويعني وكان الواحد مش طايق المكان اللي عايش فيه. يعني احنا كنا 3 في اوضه، وكان بقى كل واحد ليه مواعيد نوم معينه، وحد بيصحى الفجر، حد بينام الفجر، حد داخل على حد يغير وهو نايم، حد مش عارف مين. وتقريبا ما كانش حتى في مكتب، يعني التسريحه هي اللي كنت بقعد عليها او بقعد على السرير او بتاع. وما كانش فيه بقى مساحة لأي حاجة في الحياة. يعني ما كانش فيه مساحة مثلا ان الواحد يبقى عنده مكتب عليه الكمبيوتر بتاع الشغل بتاعه. طبعا انا كنت صغير ولا كان في شغل ولا نيلة يعني، بس انا بكلمكم في الوضع كان عامل ازاي عشان يعني تفهموا برضو. لما اجي اقول بقى الحاجات اللي لقيتها، فانا كنت جاي منين اصلا، فلقيت يعني فتعرفوا الفرق، وان هو فعلا كان ليه اثر كبير يعني. ولو كانت الحياة كملت يعني في نفس المكان اللي انا كنت عايش فيه ده، كان اللي هيحصل ان انا عمري ما هعرف اعمل اي حاجه من الحاجات اللي انا بعملها دلوقتي. فوقتها حصل مشاكل خاصه، وبسبب هذه المشاكل يعني تم بقى مرمطتي كام سنه كده وسنتين، من حته لحته 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 لظروف خاصه برضو. اضطررت فيها في اثناء الرحلات المتنقله المتفرعه دي، الى ان في كل رحله فيهم كنت بقعد مع نفسي في شقه
لوحدي. في الاول كنت قاعد عند جدتي مثلا، بعد كده ابتديت رحت اسكندريه. بس ما تسالونيش بقى عن التفاصيل ليه وبتاع، الحاجات دي ممكن احكيها لمراتي، ممكن احكيها لواحد صاحبي لكن انا عارف ان انتوا هنا اصحابي، بس انا برضه على الانترنت يعني فمحتاجين نفهم ده، ولا محتاج افهم ده، ولا بتكلم عموما يعني. ف لما رحت اسكندريه قعدت في اول شقه لوحدي. كنت وقتها قبل ثانويه عامه على طول. ويا الله بقى، في البدايه بقى انا عايز ايه بقى؟ يا نهار ابيض، انا اصلا كنت كاره النقله، بس حاولت ان انا اتاقلم معاها و... وحاولت ان انا خلاص بقى، خلاص هنخلي العيشه هنا حلوه وخلاص. الشقه كانت معفنه اصلا، وكان فيها صراصير في التلاجة ويعني حاجة صعبة. كنت بالليل كده كنت فاكر ان انا بعمل ستوريز. كنت مثلا كان ساعات بيطلع صرصار في الحمام او حاجة او مش عارف مين، فانا كنت بقى ايه، كنت انا بخاف جدا من الحشرات، يعني دي حاجة المفروض تبقوا عارفينها لو انتم متابعين جيدين للبودكاست. فلو كان في صرصار طلع ولا حاجه كنت ايه، امسك بقى المقشه والبس الكمامه، وقتها كانت كورونا وبتاع، البس الكمامه وامسك المقشه واقفل كل اجزاء جلدي، واقعد بقى ايه احارب الصرصار ده، واشغل مزيكا بقى توحي بان في حرب هتحصل بيني وبينه، واقعد اعيش معاه التجربه دي بقى لحد ما يروح. بعد كده اصلا كان في فران في الشقه اللي بعدها، بعد كده يعني عشت مغامرات مع الكائنات اللذيذه دي. وقتها كان موضوع جديد بقى، واللي هو كل حاجة أنا بحاول أفتكر بصراحة يعني. أنا فاكر يمكن التجارب الحالية. بس أحاول أفتكر اللي من قبل كده كان شعوري إيه وإيه اللي حصل، مش متذكر قوي. يمكن كان المفروض أرجع للصور أو حاجة. هو في الأول طبعا الموضوع كان حلم، اللي هو أنت معاك مفتاح شقة ومفيش حد قاعد معاك، وانت حر بقى تنزل وقت ما تنزل، تطلع وقت ما تطلع. مش فكرة صياعة يعني، مش فكرة ان انا هنزل اصيع لا، انا محترم وكنت محترم وقتها. بس فكرة ان انت مرة واحدة حسيت بحرية كده اهو، ما فيش حد يقول لك تعمل ايه وما تعملش، مفيش حد يراقبك. ابتدى الواحد يحس بمسؤوليات اكتر، وفي نفس الوقت بقى يعني ابتدى الواحد يكتشف حاجات ما ياخدش باله منها، زي ان الجبنه الرومي اللي في التلاجة دي ما بتجيش لوحدها يعني اللي في حد بيجيبها. ابتدى اللي هو برضه الاكل اللي انت بتاكله دون ما بيجهزش لوحده، بقى في حد بيجهزه. المواعين ما بتتغسلش لوحدها، في حد بيغسلها. الهدوم ما بتتحطش يعني مش بتصحى الصبح تلاقي الدولاب فاضي امبارح قبل ما تنام، بتصحى تلاقي الهدوم محطوطة في الدولاب ومترتبة وهتصحى تلاقي حاجة تلبسها بقى ومش عارف ايه. ودي مشكلة لسه بعاني منها لحد النهاردة يعني، لان مش دايما يعني. من الحاجات اللي اكتشفتها، مش عارف برضه، حاسس ان انا عشوائي في كلامي، بس من الحاجات اللي انا اكتشفتها ان شغل البيت تقيل تقيل قوي وصعب قوي، واللي مش مقدر دور يعني مراته بقى ولا امه ولا مش عارف ايه في البيت. فهو مش مقدره عشان هو ما جربش يعمل الحاجات دي يعني. في كتير من الاوقات بشوف ان ناس ايه، اللي هو الراجل بقى جاي من الشغل بقى ومش عارف ايه وبتاع وكده، فلو انت بتعملي ايه يعني؟ ده انت قاعده في البيت طول اليوم، وزي بالظبط قاعده في البيت طول اليوم بت ايه بتعملي الاكل ومش عارف مين، وانا بشقى وبتعب وبنيل لا، على فكره شغل البيت بالنسبه لي اتقل 100 مره من الشغل. انا جربت اشتغل وجربت اشتغل في البيت، يا نهار ابيض يا نهار ابيض، شغل البيت ده مرهق جدا وروتيني جدا وبيتكرر دايما، ومحتاج مجهود بدني دايما، ومحتاج يعني انت غصب عنك هتعمله بغض النظر عن نفسيتك، بغض النظر عن اي حاجه. فهو فهو فعلا شيء مرهق. الموضوع عامل بالظبط زي الشغال فريلانسر يعني. وانا ما كنت شغال في البيت وقاعد مع والدي سنه، كنت ابقى شغال في البيت، فهو يجي من بره جاي من الشغل. انا كنت بتضايق بصراحه، كان يبقى جاي من الشغل حران وطالع عينه ومش عارف مين، يدخل يا ابني وانت مالكش لازمه في البيت ده، انت قاعد بتعمل ايه وبتاع؟ يا عم انا شغال ويقعد بقى مشورني وروح وتعالى وبتاع مش عارف ايه. يعني والله العظيم شغال، والله شغل بس بقى ايه، مبقاش انت قاعد في البيت فاذا انت مش شغال، فاهم؟ سواء بقى كنت بتعمل شغل في البيت، ولا سواء كنت فريلانسر ولا بتاع وكده. ومن الحاجات اللي بقدرها فكرة ان انا فهمت ده يعني. فكرة ان انا قدرت، فكرة ان انا عارف شغل البيت هو صعب ومرهق قد ايه. فانا متأكد ان بعدين لما اتجوز او بتاع، فانا هقدر جدا اللي مراتي بتعمله في البيت بشكل يومي والجو ده جدا. فيعني لو في اي حد انترستد ان هو
يعني يحب يخطبني او اي حاجه، فانا متاح جدا، وحيد، ما لست في اي علاقات. ويعني ارحب جدا بالموضوع. ف فهقدرك والله، ما تخافيش يعني. تخيل، انا بتخيل كتير قوي وانا بتكلم الكلام ده، ان الكلام ده هيبقى متاح لولادي ومراتي في المستقبل ان هم يسمعوه. كان جالي مسج من كام يوم من صديقة برنامج، شهد. بس مش مهم شهد ايه بقى عشان نحافظ على الخصوصية على كده. فكانت بتقول لي مسج جميلة جدا، في اخرها ان ولادي هيبقوا فخورين باللي هما بيسمعوه دول ده، واللي هو كانت بتسمع حلقة اللي هي حلقة وقتك فين يا جميل، وقالت ان ده فرق معاها ومش عارف ايه وبتاع وكده. فانا اللي هو كنت طاير جدا بقى وبتاع وكده. وبعدين دلوقتي الموضوع خبط جاي من اللاوعي بتاعي، بيخبطني تاني ويقول لي ان الحاجات دي ممكن ولادي يسمعوها ومراتي تسمعها بعد اصلا ما ابقى في عيله او بتاع. فيا نهار ابيض، يعني بحاول اتخيل شعورهم وشعورنا لو احنا مثلا قاعدين مع بعض بنسمع حاجه زي دي، وانا يمكن ما كنتش فاكر اصلا الحاجات اللي انا بحكيها دي. بس اهم حاجه ان في دوكيومنتيشن بيحكي الحاجات دي، وهي هتسمعها هتعرفني اكتر، وهم يعرفوني اكتر من وانا صغير اصلا ومش عارف ايه. فحاسس الموضوع رائع يعني. بس فموضوع شغل البيت ده كان بالنسبه لي معضله. وابتديت بقى شويه ان انا اتعلم بقى شويه حاجات، اتعلم اعمل الرز بيتعمل ازاي. الشعريه بنحطها في سمنه نقلب ونقف، لا نهدي وبعدين يتحرق، فانت بقى ايه، لا المفروض تبقى موطي النار في الاول، وبعدين الميه تشرب كلها في الرز يعجن، فانت تفهم بقى الرز بيتعمل ازاي اصلا من غير ما يعجن. بعد كده تعمل مكرونه، وانا بعمل مكرونه حلوه جدا بالمناسبه يعني. وبس يعني اتعلمت شويه حاجات بسيطه، اللي هو ما عقدتش الدنيا زياده عن اللزوم في حوارات الاكل دي. يعني المجمدات كنت غالبا بجيبها جاهزه وبعملها، وبس كنت بعمل الرز والمكرونه. برضو لو ملوخيه بتبقى جاهزه مش عارف مين. مش اللي هو بقى بجيب ملوخيه افرطها ولا افرطها اخرطها، ولا بسله افرطها ولا مش، لا الحاجات لو كنت بجيب حاجات من دي، فتعلمت اعملها ازاي، وكانت بتبقى ايه، جاهزه. وفي نفس الوقت كتير من الاوقات اصلا أنا لحد النهارده يعني انا بكسل اعمل اكل بصراحه، وبيبقى اسهل لي ان انا اجيب اكل من بره. طبعا وقتها ما كانش فيه فلوس ان انا على طول يعني ابقى بجيب اكل من بره قوي. بس حاليا انا مضيع فلوسي كلها على الاكل من بره. بشكل او باخر، والدنيا صعبه قوي، غاليه قوي بصراحه يعني. الشقة وقتها كانت معفنة جدا بقى، كانت شقة مفروشة، ما كانش فيها حوارات خطيرة يعني، حتة كنبة كده هون وسرير وتسريحة والحيطة متقشرة، وزي ما كلمتكم على موضوع ال الحشرات وبتاع. بس ما كانتش بالصورة اللي انتوا اتصورتوها يعني، مش اللي هو بيت مهجور وعناكب ومش، لا كانت حلوة عادي يعني. بس قديمة ومش عارف ايه وبتاع. وكنت متعود بقى خلاص بصحى الصبح بمزاجي من غير حد. وبعدين بقى الحلول اللي بتنشأ يعني، انا لما قعدت في كذا بيت، في حلول بتنشأ لمشكلات هي ما كانتش مشاكل قبل كده. فكرة مثلا الشباك بيصحيك، فالطبيعي في اي بيت لو انت في اسرة يعني هتجيب ستارة. انا كنت بجيب ستارة، كنت بجيب اكياس زبالة الزقها على الشباك، فهي سودة فتمتص الاشعة كما تعلمنا في الفيزياء. و... وما تدخليش نور مثلا وبتاع. في تطورات لاحقة كانت ساعات ممكن تبقى مرتبة ايه سوري، بطانية او اي حاجة شبه كده. وبتبتدي فعلا يعني، انا السنة دي لما رجعت اعيش لوحدي برضه بتبتدي برضه تلاحظ مشكلات غريبة كده بتطرق عليك فجأة. انت مش متوقعها، وتبقى اهتماماتك غريبة يا اخي. عشت لوحدي تاني يعني، رجعت نقلت بقى، انا حاليا في المنصورة. انا عارف انتوا هتسمعوا بلاد كتير دلوقتي فما تستغربوش يعني، انتوا هتسمعوا ميت غمر، اوكي، هتسمعوا اسكندرية، هتسمعوا البني سويف، هتسمعوا المنصورة. فعادي يعني يعني التنقلات دي ما تشغلوش دماغكم بيها قوي. فاهتماماتك بتبقى غريبة يعني. انا مرة كنت عند واحد صاحبي، هو برضه اسمه نور برضه وعايش لوحده في وسط البلد في القاهرة. كان اهتماماته ايه؟ كانت اهتماماته ان هو جاب طبق من رنين، والطبق ده طلع مكسور، وهو دلوقتي الراجل ضحك عليه وعايز يروح يرجع الطبق. بتبقى اهتمامات غريبة يعني. الناس تبقى مهتمة مثلا بايه، بماتشات الكورة، ولا تبقى مهتمة
ب... بفيلم ولا انمي ولا خروجه ولا بتاع، وانا كنت قاعد مهتم بايه السنه دي؟ كنت قاعد مهتم باحسن نوع تلاجة ممكن تتجاب عشان مش عارف ايه، والتلاجة اصلا بقى ايه الحاجات اللي فيها، والبلازما والمش بلازما وداخل بقى في حاجات غريبه جدا كده. انواع مكاوي وبراندات مكاوي ويعني واجيب سجاده منين، ولان السنه دي يعني انا قعدت في شقه مش مفروشه. فاللي هو اهتماماتي كانت بتبقى غريبة جدا. لو دخلت مثلا على سيرش اليوتيوب عندي هتلاقي فيديوهات غريبة وناس غريبة ومصطلحات أول مرة أسمع عنها في حياتي، وابقى فعلا قاعد مهتم بان اجيب الطاسه الجرانيت اللي مش هتلزق عشان انا مش عايز احط زيت ومش عارف ايه، والطبق اللي هحط فيه شوربه والشوك اللي خلصت ولا مش عارف باظت ولا. بتبقى يعني انت اهتمامات عمرك ما تعرف تتكلم فيها مع حد خالص. بس هي كانت ممتعه الفكره دي. انا كنت بعشق مثلا يعني لما رحت عند نور بالصدفه ولقيته عنده اهتمامات من دي، والفراخ اللي في التلاجة اللي عايز يقطعها عشان يعملها بكره. اهتمامات حياتيه كده، تحس ان احنا عايشين. طبعا هو عشان اكون صريح معاكم، هو دلوقتي اصلا انا في فتره ما واغلب فتراتي كانت كده، ففتره من عدم المبالاه، يعني اللي هو يلا بقى في داهيه هنجيب اكل من بره وقت ما نجوع، مفيش روتين، مفيش حاجه بجهزها، مفيش بتاع. ولكن في فترات تانية كان يعني موضوع انك عايش لوحدك ده بيعيشك، بيحسك تحس بالحياه فعلا، وتكون متمحور حوالين نفسك ومقدر قيمه العيشه دي. ولو انت عايش لوحدك فانا ممكن اديك، او هتعيش لوحدك فانا ممكن اديك شويه تبس كده، شويه تبس كده هتسهل الحياه. واحد واحد ميعاد غسيل ثابت في الاسبوع. ليه بقى يا معلم؟ لان اللي بيحصل لو انت مش مثبت ميعاد في الاسبوع، وانا اصلا زي ما قلت انا الهدوم مرميه والله العظيم في الغساله جوه اهي، يمكن بقالها شهر، يمكن او يمكن اكتر حتى، ما غسلتهاش وما جيتش جنبها. و مش على طول الحياة بتبقى فيها الطاقة بتاعت انك تعمل دي. ولكن لو هقول لك يعني اللي انا شايفه لما كنت فيها طاقة بقى ومش عارف مين ان انا اعمل الكلام ده، كان ايه الصح؟ يعني انك تثبت ميعاد غسيل في الاسبوع، لان الغسيل بيتراكم وانت بتبقاش عارف انت غسلت ايه وما غسلتش ايه، وتيجي في مرة تفتح الدولاب ما تلاقيش حاجة ومش عارف مين. فانت لو مثبت ان يوم الجمعة بعد الصلاة او قبل الصلاة او مش عارف مين بتغسل، وبتنشر مثلا وبتلم الغسيل بعد الصلاة ولا حاجة، فالموضوع مش هيؤرقك زي ما هو في اغلب الاحيان بيبقى مؤرق. انك برضو تجيب طلبات الاسبوع في يوم واحد محدد في الاسبوع. انا مثلا برضو الاكل لما جيت هنا في الاول، قبل ما بقيت اجي اروح عندهم بجيب الاكل من عندها يعني من هناك. في الاول كنت باجي يوم الجمعة وبحضر اكل الاسبوع كله وبقسمه الكميات ومش عارف ايه. اسمها ميل بريب، يعني لو حد عايز يبحث عن المصطلح، هو مش موجود في مصر تقريبا، محدش بيعمل الحوار ده في مصر يعني. بس في اجانب كتير، فيديوز كتير جدا على يوتيوب عن الميل بريب، اللي هو الناس اللي بتحضر اكلها كله يوم في يوم واحد مثلا لبقية الاسبوع او لثلاث اربع ايام او كده. والموضوع ده كان بيوفر وقت كتير جدا، لان مثلا لو انا هاكل وجبة رز وفراخ مثلا، فهو بدل ما اخد من يومي كل يوم تلت ساعة اعمل فيها الرز، فانا عملت في تلت، ممكن مثلا في نص ساعة الرز بتاع الاسبوع كله والفراخ بتاعت الاسبوع كله في ايه، في نفس الوقت اللي كنت هعمل فيه وجبة واحدة. بس زودت عليه مثلا 20% ولا حاجة، عشان يعني الموضوع بياخد اكتر وقت اكتر عشان الحاجة تستوي ومش عارف مين. وعملت اكل الاسبوع كله. يا نهار ابيض على الراحة، تفتح البتاع كل يوم تحط الحاجة في الفرن ولا في الميكرويف ولا على البوتاجاز 15 دقايق وتاكل، ما فيش حوار. ومش هتشغل دماغك بقى بان يا لهوي ما فيش اكل وانا المفروض اعمل اكل. لا، انت بتاخد يوم كده. هو فعلا فكرة ان يوم الجمعة ده يكون يوم مش شقة، يوم اللي هتغسل فيه الغسيل وهتنشره فيه وهتلمه وهتعمل الاكل بتاع الاسبوع وهترتب الاسبوع ومش عارف مين. ففكرة ان يبقى فيه يوم كده بتاع الريكاب ده، اعتقد انها تفرق جدا. او يعني انا مجرب، فهي بتفرق جدا. المهم في مشاكل كده كانت بتطلع مره واحده كده، اللي هو مثلا ايه، يعني برضه من ضمن المشاكل اللي كانت بتواجه الواحد، اللي هو فجأة تلاقي ان كارت الكهرباء بايظ، وان انت المفروض تروح شركة الكهرباء عشان تعدل كارت الكهرباء وترجع تاني بقى تحطه في العداد فما يشتغلش، فتروح الشركة تاني فيدولك واحد جديد. ولو ما حلتش المشكلة دي النهاردة، حصلت لي مرة اللي هو يوم الخميس والشركة بكرة قافلة ومفيش كهرباء في البيت ولا ورايا شغل وفي حاجات في الفريزر.
فانا لو ما كنتش حليت المشكله دي يوم الخميس، وكان الخميس الساعه 1 2 اللي هو ميعاد قفل شركه الكهرباء وبتاع، فكان موضوع موال. فجاه كده تلاقي الايه، العداد باظ، وانت بقى المفروض بقى تصلح مش عارف مين. تلاقي الميه مش طالعه لك، والموتور تحت في المسقط محتاج حاجه، فتدخل بقى غرفه مليئه بالعناكب والمش عارف ايه علشان تشوف الموتور ايه حواره، يعني ايه الليله بايظ. تروح تجيب له السباك، وفجأة كده تلاقي نفسك انت المفروض النهارده عندك تاسك انك تعدي على السباك تجيبه معاك عشان يظبط مش عارف ايه في البيت. وتاسك بقى انك مثلا الشباك عندك الاكرة اللي فيه مش عارف فيها ايه، فبتعدي على واحد بتاع الوميتال عشان تجيب من عنده بتاع. حاجات كده غريبة، وزي ما قلت يعني اهتمامات غريبة جدا. ما يعني مش تنفع تبقى مع حد في الكلية وتقول له تعالى معايا نروح نعدي على بتاع الوميتال. في مرة مثلا افتكر الباب بتاع الشقة نسيت المفتاح. هي مرة وما حصلتش تاني. فكنت في تمرين الباسكت، واللي هو اعمل ايه بقى دلوقتي. دخلت التمرين قلت خلاص هكمل تمريني عادي. بعد التمرين خدت معايا واحد محمد خيري، شاوت اوت محمد خيري لو انت موجود تسمع. رحنا عند النجار وبتاع، قلت له نسيت المفتاح، والنجار طلع وفتح الباب من غير ما حتى ما يكسر القانون، اللي هو انا حسيت بعدم الامان. وبعدين الشيء الغريب في مصر ان هو مثلا يعني بره ما اعتقدش ان حاجه زي دي ممكن تتعمل غير بقى لما تقدم اثبات شخصيه، وان الشقه دي بتاعتك، وان بتاع، وقانونا يتم بقى الاجراءات عشان حاجه زي دي تحصل. لكن هنا انت بتعدي على النجار كده، تعالى معايا يا ريس افتح الشقه. طب افرض الشقه دي كانت بتاعت ناس انا عارف ان هم مسافرين، وقمت جايبه معايا ولا عشان شكلي محترم يعني. ما اعرفش يعني، بس ايه، كانت في مواقف كده بتحصل مش مش عادي انك تشوفها في حياتك كتير يعني. تبقى مثلا ايه، في ناموس بيدخل لك من الشقه غالبا من فتحه الشفاط، فانت عايز تغطي فتحه الشفاط وتحط كيس على مش عارف ايه. ويعني حاجات فعلا غريبه بتحصل بس ممتعه يعني. انا استمتعت بكل لحظه قضيتها وانا ببني البيئه اللي انا عايش فيها دي، وحاسس بقيمه كل حاجه موجوده فيها، لان هي بتاعتي، ولان هو مكاني، لان هي حاجتي. عكس ما قبل كده يعني الواحد ما كانش بيحس بقيمة حاجات كتير قوي كانت بتبقى تلقائية في الحياة، ولا بيعرف هي بتتطلب مجهود قد ايه. ابتديت اتفهم فكرة ان حد يتأخر في انه يكلم السباك، وابتديت اتفهم قد ايه الصنايعية دول ولاد كذا، لان ما حدش فيهم بيلتزم باي حاجة بيقولها. وابتديت اتفهم حاجات كتير قوي ما كنتش عارفها لما اتحطيت قدامها يعني. وبقى يعني نيجي للجانب بقى السيء شوية، ان هو انا برضو بحس ان انا متغرب رغم ان انا في بلدي يعني. وفي اغنيه كنت كاتبها انا بكتب اغاني او ما بكتبش، بكتب اغاني فن كده يعني مع نفسي وببعتها لاصحابي وبتاع. كنت بقول ايه، ولا اللي بحس بالاحساس ده كتير. متغرب لكن في بلدي، وده الغريب. الوحده بت ايه، بتلاحقني وحاسس اني غريق في بحر الافكار. انا عايم وقطر الحياة ماشي وانا نايم. يا اخي ايه ده، يا اخي ايه ده، الله. في بعض الاحيان فعلا، رغم ان الواحد المفروض ان هو في بلده يعني، الا انه بيحس ان هو متغرب. ده بيجي دايما امتى؟ في 3 مراحل كده، 3 phases في السنة. الفيز بتاعت واصعبهم الفيز بتاعت رمضان. عدى عليا كذا رمضان عشت لوحدي، فكل مرة بيبقى عندي يعني كم كبير من الوحدة، وكم كبير من الإحساس السيء، كم كبير من الإحساس بعدم الحب في الحياة يعني. إن مثلا في أول يوم رمضان بقى دايما بفتكر الشكل الفيلم بتاع أحمد حلمي اللي هو إكس لارج، والناس متجمعة على السفرة وهو قاعد لوحده على الناحية التانية بياكل برجر ومش عارف مين. اللي هو أنا ببقى عايش ده، اللي هو الناس كلها متجمعة بقى في العيلة والبتاع والمش عارف ايه وانا ببقى يعني افتكر في كذا رمضان انا اللي هو اصلا مفيش فطار، وانا مش مرتب هفطر ايه النهاردة. وقمت رايح كده وفاتح وشارب حاجة من التلاجة وخلاص، ومقضي اليوم كده. وبعدها نزلت جبت سناك ولا حاجة. ايام كنت بفطر فول وطعمية عادي. ايام كنت بجيب اكل بقى كويس يعني، ببقى مرتب قبلها او بعمل اكل او بتاع. آه بس برضو عمرك ما يعني الموضوع مبقاش ليه رونق، مبقاش ليه احساس، اللي هو اي حاجه هتمشي الدنيا وخلاص، حته بلحه كده وهتقعد وبتاع. وبفتقد جدا اللمه دي، بفتقد جدا
العيلة والجو ده، ومحدش بيبقى فاهم اللي انا عايشه يعني. كل واحد بيبقى في دنيته نوعا ما. برضو العيد الناس لبس الجديد اللي مش عارف ايه والمروح والمجي وبتاع. ومن ناحية تانية انا ما خلاص انا قاعد في بلد لوحدي مش عارف مين، وما فيش وقت ان انا اسافر مثلا ورايا شغل ولا ورايا اي حاجة. فبتبقى قاعد برضو في العيد لوحدك كده. فالناس كلها اللي خارج واللي عامل واللي منيل والبتاع، وانت ما فيش الكلام ده خالص. فتجربة رمضان لوحدك دي في كتير من الأوقات كانت بتبقى صعبة. وبقى تنزل مثلا تبقى نايم في مرة وما تلحقش السحور مثلا، محدش يصحيك، ولا ما تتأخر في انك تنزل تجيب السحور او جدا عشان انت مش فاضي او اي حاجة ومفيش حد تاني تجيبه مثلا او بتاع. اللي هو في الاخر، في الاول وفي الاخر انت بتبقى مسؤول عن كل حاجة في حياتك. ما فيش حد هيساعد في حاجة. وطبعا الحياة ما اعتقدش ان هي مصممة لان هي يعني تتمشي في رحلة فردية كده اهو. لازم يكون في حد مسؤول عن شوية حاجات، حد مسؤول عن شوية تاسكات. فكرة ان واحد يشيل حياته كلها كاملة مع نفسه ويبقى قادر ان هو يمانج كل الجوانب مع نفسه، اعتقد ان هو نادر جدا ده ان كان موجود يعني. ففي رمضان بقى بيبقوا اصدقائي المسلسلين اللي بتفرج عليهم، واللي هم غالبا بيبقوا وحشين يعني. بس انا ما بحبش اصلا حوار مسلسلات رمضان والاجواء دي كلها. ممكن نعمل حلقة عن رمضان مثلا، نبقى نعمل حلقة عن رمضان نتكلم فيها بقى عن كل الحاجات بتاعت رمضان دي. وبعيدا عن رمضان اصلا او حتى المناسبات اللي هي بالشكل ده، الا ان برضو انت بتقعد في البيت وقت كتير قوي. ولو مثلا اما فيهاش كلية او نزول من البيت او بتاع، بيبقى الوضع رزل وصعب وتقيل وزفت. عشان اكون صريح يعني، ان الواحد بيبقى قاعد مع نفسه كده متحوط بالافكار بتاعته بين حيطانه الاربعة. مفيش اي حاجة تشتته عن افكاره دي. وكلها بقى افكار متخلفة، يا مش وقتها. اللي هو ممكن اتكلم بصراحة ولا مش هينفع اتكلم بصراحة، مش عارف. تقعد تفكر في قد ايه انت وحيد وقد ايه محدش هيحبك وقد ايه مش عارف ايه. تقعد تفكر في ان مستقبلك غبي، وان انت بتضيع وقت كتير، وان انت خرا عشان ما بتعملش حاجة في حياتك غير انك قاعد تفكر بدل ما تشتغل. تقعد تفكر في قد ايه شغلك وحش، وقد ايه ما فيش حد بيحبك وقد ايه يعني بقى يعني الله لا يوريكوا بقى، الله لا يوريكوا اللي في دماغي ده ولا تشوفوه. علشان اللي يعيش جوه دماغي نص ساعة على السرير ما يعني الله يكون في عونه. وافتكر برضو ان يعني من سنتين كده في فترة انا اصلا كنت مريت بمشكلة ما. فما كانش في حد جنبي. وفي نفس الوقت المشكلة دي أنا بواجهها لوحدي، وكانت مشكلة بالنسبة لي نفسيا صعبة. كانت من أصعب فترات حياتي، يعني كانت من أصعب فترات حياتي إن أنا كنت ب... بديل with it all alone بين أربع حيطان. وكنت بكره أرجع البيت جدا جدا، لأني مجرد ما برجع البيت كنت بنهار، لأن خلاص أنا قاعد في البيت مع دماغي دي لوحدي بقيت اليوم ومفيش حاجة اعملها. وكانت فترة صعبة بالنسبة لي بقى، بغض النظر عن ايه اللي حصل فيها، بغض النظر عن المشكلة كانت مستاهلة ولا لا، بغض النظر عن اي حاجة. ولكن وقت ما بتبقى لوحدك وبتواجه مشكلة، بقى الموضوع صعب. يعني مش عايز اقول بس في هذه الفترة وجود حد جنبي كان فارق جدا. وقتها يمكن كان في حد صاحبي جه قعد معايا اسبوع، كان مهربني من افكار كتير جدا في دماغي. وفعلا في الفترة دي مش هكدب يعني في اوقات كتير كنت بفكر في الموت. يعني في اوقات كتير كنت بفكر ان انا مش قادر اكمل خالص. عارف الموضوع يبدو كئيب جدا، ولكن انا بحاول اشارك معاكم التجربة كاملة. ومش بالضرورة ان انا اللي بقوله دلوقتي يكون هو اللي هيحصل مع اي حد فيكو، لان انا حد وانتوا حد تاني يعني. وانا المشاكل اللي بواجهها في حياتي غيركو وتأثيرها عليا غيركو. وانا عارف نفسي ان انا emotional و overthinker بشكل متخلف. وبالتالي مش اي حق يعني. انا متأكد ان لو واحد صاحبي كان انا عارفه احمد، لو كان قاعد في مكاني في الفترة دي وحصل له نفس مشكلتي دي، انا متأكد ان
ان هو كان هيديل وذ بطريقه مختلفه تماما عن الطريقه آه اللي انا واجهتها بيها. بس عشان هو شخص مختلف، عشان هو مشاعره مختلفة، الكباسيتي بتاعته مختلفة، كل الكلام ده. لكن انا اصلا ابسط حاجة بتخليني انفجر من التفكير، ابسط حاجة في الحياة، ابسط شيء في الحياة بيخليني ما ببطلش تفكير فيه. يعني انا حتى من يومين كنت مع بعض الاصدقاء وبتاع وكده، وبعدين حسيت اني رشقت وسطهم، فلو بعدت لحد بالليل هل انا كنت سخيف ان انا رشقت ومش عارف مين، عشان حاسس ان انا مش يعني ان حد اتضايق من وجودي او مش عارف مين، اللي هو ما حبيتش ان انا اكون الشخص اللي هو بيفرض صداقته على الاخرين ده. فاهمين. فاللي هو انا اصلا بني ادم بفكر كتير، انا اصلا بني ادم آه مش بحس انا كده، يعني هو انا كده. فمش بالضرورة ان ده يكون حالكم مع الموضوع يعني. فالوحدة صعبة، ولكن من ناحية تانية هقولها تاني، لولا اني قعدت لوحدي ما كنتش وصلت لاي حاجه من اللي انا عملتها دلوقتي. انا ما عملتش حاجه، يعني مش عايز احسس نفسي ولا احسسكم ان انا يا نهار ابيض بقى ايلون ماسك قاعد بيكلمنا عن اللي هو عمله. لا، ما عملتش اي حاجه، بس شويه الحاجات البسيطه اللي انا عملتها استحاله كانت تتعمل لو انا كنت قاعد لوحدي، قصدي لو انا كنت قاعد وسط ناس. وبمناسبة القعدة وسط ناس، فأنا بقدر جدا النعمة اللي أنا عايش فيها، والحلم اللي أنا كنت بتمناه إن أنا أعيش لوحدي عموما، رغم إن أنا ما كنتش شايف الجانب السيء منه يعني. إلا إن انا بحس بنعمة في كل مرة ببات فيها برا البيت، كل مرة ببات فيها برا البيت وسط عيلة او وسط حد او وسط مش عارف مين، بحس بالنعمة اللي انا فيها. اللي هو انت دايما في اي بيت برا، وده اللي انا مش فاهمه عموما، وده اللي ما بفهموش من حياة ناس تانية، لان انا من عيشتي لوحدي حاسس ان انا اغلب فترة نضجي عشتها وانا عايش لوحدي، ما عشتهاش وسط عيلة. ف فمبقاش متفاهم قوي فكرة ان حد صاحبي مامته بتعمل له مش عارف ايه، ولا بتكلمه تقول له ارجع، ولا الحوارات العائلية دي انا ما بقاش ريليتد ليها قوي، وما بفهمهاش. فكرة ان حد مش عارف يتكلم في البيت علشان في ناس جنبه او مش عارف ايه، كل ده انا ما بفهموش يعني، لاني ما بشكل ما عشتوش. فلما بروح بقى وبحس ان في دوشة في البيت مثلا، الفترة كنت قاعد فيها مع والدي في البيت، كان هو دايما بيبقى معلي التلفزيون وقاعد بره وبتاع، انا كنت ببقى مخنوق، كنت ببقى هموت من صوت التلفزيون يعني. لو قاعد في اي حتة تانية برضو، فكرة ان في حد ممكن يدخل على الأوضة يعني بتدخل على الأوضة ليه؟ فكرة فكرة ان انت المفروض تعمل اعتبار للناس اللي قاعدة معاك، دي مش عندي او يعني مش عندي، هحترمهم بس انا اقصد ان انا ما بقاش حاططها في دماغي. لو انا قاعد لوحدي، فمثلا لو هتفرج على فيلم او بتاع بعلي التلفزيون على الاخر، بقعد اتفرج براحتي. لو عايز اسمع مزيكا في اي وقت بشغلها على السبيكرز وبملى الشقه كلها صوت. لو اي حاجه بالشكل ده. انا عايش لوحدي. لو طالع ماشي بالبوكسر فنسيت حاجه بره، فهطلع اجيبها بالبوكسر عادي، ممكن امشي بلط عادي في الشقه. ما تتخيلوش حاجه زي دي يا اولاد الكلب. اللي تخيل. انا اسف. مش هتمتكوش انتوا، بس انا يعني اعتبروها هزارايه كده، مش ليكوا انتوا شخصيا، يعني انتوا ناس محترمه فوق دماغي، بس يعني حسيت ان هي جوك حلوه يعني. don't get offended لو سمحتوا. فكل ده ما بفهم قد ايه هو صعب لما برجع تاني اعيش وسط ناس، لو لفتره او لاجازه او مش عارف ايه او بتاع. فبقدر جدا النعمة اللي انا فيها، بقدر جدا الأوضة اللي انا بشتغل فيها بدون ازعاج، الا من الواد اللي تحت اللي بيقعد يخبط في دماغي بالشنيور 24 ساعة. أه بقدر جدا بقى كل الكلام ده، ان انا احط الحاجة اللي انا عايزها في الحتة اللي انا عايزها، ان محدش هيلعب في ترتيب حاجتي، ان هو مكاني في الاول وفي الاخر، وانا حر احركه ازاي، اعمل فيه ايه اللي انا عايزه، بدون اي تحكمات من اي حد تاني، وبدون اي أه حد يصعب عليا الحاجات اللي انا بحب اعملها، زي ان انا اشغل مزيكا او افتح فيلم او انام بدري او ايا كان، كل حاجة من الحاجات دي. وبفكر كتير، هو ازاي انا اقدر اعيش وسط عيلة تاني اصلا يعني. هل لما باجي اتجوز بقى مش هعمل يعني ايه الوضع. يعني في حاجات كتير قوي هغيرها.
وده يا نهار ابيض، الموضوع يبقى صعب. وطبعا انا مش عايز اكون الشخص المزعج، مش عايز اكون الشخص المزعج اللي بيفتح التلفزيون ومراته عايزه تستريح من غير ما تسمع حاجه ولا مش عارف مين وبتاع. وعشان كده انا 100% لازم يكون عندي مساحتي الخاصه في الشقه المستقبليه بتاعت العيله، يعني عشان اقدر ان انا اعيش فيها الجو دون بدون اعتبار لحد بقى. العيشه الحيوانيه دي بيسموها ايه، الولف ايه، اللون وولف او لون وولف. فاضل 5 دقايق والنور يقطع. انا لسه عندي شويه كلام بصراحه. كان في حد بيسأل عن الملل برضو. في كتير من الاوقات هيبقى في ملل رهيب يعني. وانا مش عارف انتوا زيي ولا لا، بس انا مثلا بقى في ملل. انا مبلاقيش حد حتى اتكلم معاه، يعني ما عنديش اللي هبعت له على واتساب هيرد عليا في ساعتها، ولا حبيبتي الجميله اللي هتبقى بقى مش عارف ايه، ولا اي حاجه. ففي الاغلب ممكن اقوم رنن على امي بس. مش عارف، مش ما بعرفش اعمل ايه او ايا كان. أم، بس هو انت لو قادر تملى حياتك فعلا، فهو كده كده مش هيبقى فيه ملل بجد. يعني الفترات اللي انا كنت فيها بشتغل على نفسي جامد وعندي جدول ومش عارف ايه وبتاع، انا ما كنتش بحس اصلا ان انا عندي وقت فاضي. ودي التب اللي هو لو انت قادر تمحور حياتك حوالين نفسك، ففعلا فعلا الموضوع ده هيبقى جامد جدا. لكن انا اللي اكتشفته مؤخرا ان انا بحس ان انا عايز حد يقول لي شاطر. ف فما بلاقيش اللي يقول لي شاطر. فده بيتعبني في اني اصلا اشتغل. أم... لو انت مش كده وقادر تحس بشطارتك بنفسك وبتاع، فالموضوع يبقى جامد جدا بالنسبة لك اصلا يعني. لان زي ما قلت، انت المكان ملكك والحياة ملكك، وتقدر تعمل فيها اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه بدون ازعاج من اي حد حواليك. فلو انت واخد حب كفاية في حياتك وعارف مركزية نفسك كويس وبتاع، ده هيبقى جامد جدا. انا بالنسبة لي، انا بحس ان انا عايز شوية حب ما بلاقيهوش، فبالتالي ده بيعطلني اصلا. طيب علشان الموضوع يبقى حقيقي وعشان تحسوا بالأزمات معانا، فأنا قررت إن أنا هكمل تسجيل حلقة بمايك الموبايل، رغم إني حتى عندي مايك تاني ممكن أستعمله. بس أنا عايزنا نعيش المعاناة مع بعض يا جماعة. يعني النور قطع عليا وأنا دلوقتي مش عارف أسجل. ف انتوا كمان تعيشوا المعاناة، عشان كلنا ندعي سويا بالحاجة اللي احنا عارفين اللي احنا عايزين ندعي بيها، بس مش هينفع اقولها حفاظا على سلامتي الشخصية وحفاظا على متعتكم بالبودكاست في الاسابيع اللي جاية. فمش بس يعني كلنا عارفين الدعوة. قولوا امين يلا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. قولوا امين. امين. طيب يعني انا اقول يا رب، حد يدعي فيكم يعني. انتوا ادعوا الدعوة بقى، لان انا ما دعيتش عشان انتوا تأمنوا، انا هأمن على دعوتكم. انتوا قولوا الدعوة، قولوا الدعوة. آمين. شكرا شكرا. كنت بقول إن الوحدة آم، موضوع نسبي. فكل واحد على حسب بقى. انت عندك في حياتك ناس كتير، عندك في حياتك ناس مش كتير، عندك في حياتك عارف انك مثلا عايش في بلد فيها صحاب كتير ليك، سهل ان هم يجولك او سهل انت تنزل معاهم او يعني ما اعرفش. ولكن موضوع الوحدة موضوع نسبي. وفكرة ان حد يقول لك هتعاني من الوحدة ده مش احسن ليك، فلا يعني. قلتها وهقولها تاني. لو هختار لو هختار اعاني من الوحده واعمل كل اللي انا فيه ده وانه مش عارف ايه، في مقابل الحاجات اللي انا بلاقيها من العيشه لوحدي، فانا اختار ان انا اعيش لوحدي. لو في اختيار افضل اختار ان انا اعيش مع مراتي يعني اللي هي مش موجوده بس يعني. في اللحظه الحاليه من حياتي، هختار ان انا اعيش لوحدي. وبجد ان ده احسن ليا 100 مره. لولا بس ان انا ممكن اكون ايموشنال جامد وبتاع، ومش ده الطبيعي اصلا. ومع الوقت اصلا في حاجات كتير بتتغير. يعني انا اصلا زي ما قلت لما كنت قاعد لوحدي في الاول كنت عشوائي جدا، كنت برمي كل حاجه في كل حته، وكنت مثلا لو حد دخل عندي البيت هيلاقي مزبله. واعرف ناس صحابي دلوقتي يعني قاعدين لوحدهم بحياتهم مزبله فعليا. ولكن مع الوقت ابتدى ده يتحسن. ابتديت ان لا، انا مش عايز ابقى الشخص ده اصلا. ابتديت وخصوصا لما ابتديت افرش الشقه وكده. اللي حصل ان انا ابتديت احس بقيمه كل حاجه موجوده فيها، عكس ما مثلا كان في الاول ان انا كنت قاعد في حته مفروشه فالحاجه مش بتاعتي فمش مهتم بيها قوي.
لكن دلوقتي مش هقول ان انا قاعد في احسن اكتر مكان مرتب في الدنيا، خصوصا في بعض الايام مثلا وكده، ولكن على الاقل في حاجات ثابته في اماكنها، ما فيش حاجات مترميه بشكل عشوائي، مش بتوه عشان الاقي حاجه معينه مثلا. وبعدين برضو بحاول دايما في هذه الاثناء ان انا افكر في ان في حد هيعيش معايا كمان كام سنه في المستقبل، فانا محتاج ان انا يعني افهم العيوب الرهيبة اللي فيا دي في حياة شاب اعزب عايش لوحده، واحسنها علشان البني ادمة الجميلة اللي هتقعد معايا في المستقبل تبقى يعني تستحملني، يعني تستحملني، ونعرف كده نعيش في هدوء يعني. هو انا ليه بقرب من المايك زيادة عن اللزوم؟ وبس يعني بقى في هذه الأثناء والنور قاطع والدنيا لذيذة وبتاع، مش حاسس ان انا عندي حاجة تانية اقولها، مش حاسس ان يمكن يكون في حاجات تاهت عن دماغي، مش متأكد. ولكن حاليا حاسس ان الكلام اللي كنت عايز اقوله عن التجربة خلص، ولو ان فعلا هي تجربة يعني لا يمكن اختصارها في الحبة اللي انا اختصرتها فيهم دول. واعتقد ان ممكن يكون في اسئلة خطرت على بالكم بس هي ما خطرتش على بالي وانا بسرد. فأيا كان لو عندكم اي حاجة ممكن تسألوني، وانا هكون سعيد اني اتناقش واتكلم معاكم، سواء على صفحة البودكاست على انستجرام او على صفحتي الشخصية. الروابط كلها تلاقوها في الديسكريبشن، او لو انت على يوتيوب او على سبوتيفاي او ايا كان هتلاقي برضو روابط موجودة على الهوم بيج، او لو في ديسكريبشن او انفو الحلقة دي فهتلاقي في الروابط برضو. وبس كده يا سيدي، يعني اتمنى اكون امتعتك ويعني وانستك في وحدتك وانت كمان انستني، يعني قاعد تسمعني كل ده يا معلم. بس لو كنت في المواصلات فتوصل بالسلامة، لو بتعمل حاجة للكلية تاسك فيا رب تعملها وتطلع لذيذة، بتشتغل فيا رب تخلص شغلك على خير، بتطبخ فيا رب الأكل يطلع حلو، لسه صاحي صباح الخير، هتنام تصبح على خير، وسرحان في السقف مش عارف ايه بتاع، فيعني يا رب اكون زي ما قلت انستك وامتعتك. وبس كده، اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، ومع السلامة. صفا